عايزة تعرفي بقى سر السحلب بتاع الكافيهات وطعمه المميز. هنعمل النهاردة إن شاء الله السحلب في البيت بدون دقيق رز، وكمان بمكون سحري هيخلي السحلب في حتة تانية خالص، وطعمه وريحته تجنن. قبل ما نبدأ الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه كده هضيف كوبايه من السكر البودر، كوبايه من الحليب البودر، وكوبايه من الكريم شانتيه، وكوبايه الا ربع من النشا الذره، وكوبايه الا ربع من جوز الهند المطحون. والمكون بقى السحري اللي هنحط نص معلقه صغيره من المستكه المطحونه مع شويه سكر كده مطحونين. وهنضيف معلقه صغيره من الفانيليا، وهنضيف 4 معالق كبيرة من الفول السوداني المطحون، وأربع معالق كبيرة من السمسم، يعني تلت كوباية وتلت كوباية. هنفضي بقى الخليط كله كده في حاجة واسعة عشان نعرف نقلبه كويس جدا. هنقلب المكونات كويس جدا جدا عشان كل المكونات تختلط مع بعضها. بعد كده بقى هنحضر السحلب مع بعض. هناخد بقى الكمية بقى دي كده، وهنجيب علبة نحتفظ بيها، تكون العلبة دي نضيفة ومتنشفة كويس جدا جدا. اي علبة تلاجة واي برطمان ازاز نحتفظ بيه في مكان جيد التهوية. هنفضي بقى كل المكونات كده في العلبة دي. هم عملوا شوية حلوين قوي قوي، هيكفوا فترة كبيرة قوي معاكي، يعني هتوفري بكتير قوي عن بره. هنجيب بقى هنا كوبايتين من الحليب، هنضيف عليهم كل كوباية بتاخد 2 معلقة كبيرة من السحلب. هنضيف كده معلقتين كبار، يعني هنضيف كده 4 معالق كبيرة من السحلب. الأول هنقلبه على البارد، وبعدين هنرفعه على النار. هنحطه بقى على النار، ونفضل نقلب كده على نار هادية لحد ما يبقى القوام بتاعه يتقل معايا كده. القوام تقل اهو زي ما انتوا شايفين. احنا كده حطينا المكونات الاساسيه بتاعه السحلب. في بقى شويه اضافات كده، طبعا لو احنا عايزين نضيف بقى اضافات على الوش كده، ممكن بقى نجيب فول سوداني. طبعا حسب امكانياتك. انا هنا يعني حبيت ان انا ازين الكوبايات. جبت طبعا فستق ومكسرات كده من على الوش. تقدري تحطي الحاجه المتوفره عندك في البيت. احنا نقدر نعمله كده بالمكونات الاساسيه اللي احنا عملناها. كل الحاجات اللي على الوش دي حاجات إضافية مش أكتر، وحاجات للتزيين مش أكتر. بس كده، دي كانت الطريقة. عايزة أقول لكم إن طعمه جميل جدا جدا، وموفر كتير جدا عن بره. ممكن بقى نحتفظ بيه، نجيب شوية مكسرات برضو، ونجيب العلبة اللي احنا عملناها، ونحط المكسرات كده من على الوش، وناخد بقى منه ونعمل في أي وقت، هيبقى برضو جميل جدا جدا. ده خلاص، فيديو النهارده خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو تنسوش لايك وشير، وتصلوا على النبي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.